كتير بقابل عملاء نفسهم يزرعوا برحي وخايفين، في ناس حواليهم يقول لهم يا عم ما تزرع زينا، يا عم انت عارف انت هتصرف كام، يا عم انت هتاخد ايه من ورا ده كله. طبعا سواء في بعضهم بيبقى فعلي خايف عليه او ما يعرفش او هذا ما وجدنا عليه ابائنا. كلنا نفتكر طبعا في بعض الشركات زمان زي شركه نوكيا وشركه كوداك، طبعا نوكيا وموبايلاتها الجميله اللي كانت مع كل واحد فينا والحصه السوقيه الضخمه اللي كانوا واخدينها، ونفس القصه شركه كوداك والافلام والصور بتاعتهم والكاميرات بتاعتهم، وازاي كانوا تقريبا واخدين 85% من سوق الكاميرات والتصوير على مستوى العالم. وسبحان الله بعد فتره يعني دوام الحال من المحال الشركات دي نزل لها منافسين وحصتها السوقيه انخفضت تدريجيا لغايه لما اندثرت والشركتين اتباعوا وفلسوا. فللاسف الموضوع لازم تغير وتجدد وتتابع الدنيا وتشوف الدنيا رايحه بيك على فين. ونفس القصه على ما اذكر المصريه للاتصالات لما خدوا اول رخصه محمول وباعوها لنجيب ساويرس تقريبا ب 8 مليون جنيه، واللي بعدها عمل راسكوم تيليكوم وبقت بمليارات وما شاء الله، بعد كده باعها وبقت اورنج. فنفس القصه الناس دي كلها مش عايز اقول ان هم عملوا حاجه غلط، هم بس ما قروش السوق، ما شافوش الدنيا بتتغير رايحه على فين. نوكيا لما راحت اتريقت على الموبايل التاتش وبتقول موبايل من غير زراير وقعدوا يتريقوا ويضحكوا، وكوداك لما خافوا على ان هم مبيعاتهم وارباحهم من بيع الافلام، فبالتالي لا احنا ما فيش داعي نشجع الموضوع ده، جت شركات تانية وهي اللي انتجت الافلام الديجيتال او الكاميرات الديجيتال، وما شاء الله خدوا الحصه السوقيه لغايه لما كوداك اندثرت واتباعت واتفلست خالص. فبالتالي لازم دايما تحط عينك على قدام، تبص شوف التغيرات السوق رايحه فين، ما تمشيش ورا قطيع عمياني، لا احسبها. وما شاء الله الدنيا مبشره والدنيا الحمد لله كويسه في قطاعات كتيره، والحمد لله رب العالمين لكل مجتهد النصيب، وفاز باللذة كل مغامر ومات بالحسرة كل جبان. فيعني ما فيش داعي ان انت تبقى ماشي كما فعل ابائنا وتفوت على نفسك فرص كتيره كويسه جدا. باذن الله الفيديوهات الجايه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هتلاقوا فيها معلومات كتيره جدا، سواء ليك زراعيه او استثماريه او اقتصاديه، ان شاء الله باذن الله تكون حلوه. المهم اتمنى يا رب اكون افدتكم، ولو في بقى عندكم اي استفسارات ما تنسوش تكلمونا او تبعتوا لنا صفحه على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. يلا اي خدمات، السلام عليكم.